السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير وبأتم صحة وسلامة يا رب. اليوم عندي معكم حلوة الكاوكاو المعلكة، حلوة الكاوكاو الفنة الغزالة كيف ما كتشوفوا هكذا، شي حاجة اللي جات روعة. إذا تبعتوا معايا المقادير والمراحل والطهي في الفرن إن شاء الله غادي تطلع معك هكذا. اول حاجه عندي هي 1 كيلو الا ربع ديال الكاوكاو اللي حمرته واحد شويه في الفران وطحنته بالجلوف ديالو. هنا بعد ما طحنته وخليته واحد شويه قابض في راسو، هنا غادي نضيف واحد الكاس ونص ديال السكر كلاصي الخاص بالحلويات، واحد الفانيا ساشي ديال الفانيا، وعندي هنا واحد 3 المعالق ديال الكونفيتير المشماش. هنا غادا نخلط هاد العناصر اللي عندي كاملين وندخل داك الكونفيتير في الكاوكاو هو والكاوكاو، نخليهم ينسجموا مع بعضياتهم، ومن بعد غنضيف واحد الخمارة الحلوى من وزن 7 غرامات، يعني ساشيه وحده، ومن بعد غنضيف 3 البيضات بالحساب، باش غادي نجمع هاد الكاوكاو ديالي مع التدليك. اكيد هاد الحلوه هادي راه كتحتاج للدلك، انا تقريبا راه عطيتها من وقتي واحد 5 دقائق، وملي تشوفيها راه ولات رطبه معاك ولينه وكتقدري تجمعيها، ديك الساعه غادي تبداي توجدي راسك باش تكوريها. هنا غادي تكوني حاطه واحد الزلافه فيها واحد كاس الماء الزهر باش تمسحي ايديك، غادي نمسحوا ايدينا وغادي نكوروا الكره على حسب الذوق، بغيتيها صغيره بغيتيها كبيره بغيتيها ما بين هكذا وهكذا، ومن بعد ما كتكوريها كتحطيها في السكر كلاصي. جمعي واحد 4 كرات 5 على حسب الانيه وما غادي تهز، وبداي كتفندي فيها في داك السكر كلاصي مزيان. خلي ديك الكرات تاخذ حقها، يعني تاخذ حقها من داك السكر كلاصي. هنا راني درت هكذا، ومن بعد غادي نبدا بالوحده كنكور فيها مزيان. هنا كاينه واحد الطريقه ثانيه يمكن تروق ليك، هي كنحط واحد شويه سكر كلاصي في الكف ديالي وكنبقى كنمرمد في هذيك الكره، كنفندها في داك السكر كلاصي. بهذه الطريقه هذه جاتني احسن من الاولى، يعني ديك الكره راه كتاخذ حقها مزيان، لان داك السكر كلاصي هو اللي كيعطي هذيك الجماليه ملي كتشقق
وكيبدا ملي كتشقق كيبان داك السكراس هكذا، كتعطيها يعني واحد النضر زويون. انا بعد ما استفت دوك الكرات ديالي كاملين غادا نبدا نضغط عليهم بهذا الجرار هذا. اذا تشقات معاك هكذا راه عرفي راه غطلع معاك ناجحه. هنا غندخلها الفران على درجه 180. هذه هي اللحظه اللي غتحسم لينا هاد سميتو هاد الحلوه هادي على درجه 180، وتكون ديجا كنتي مسخنه الفران. دخليها من تحت النار وخليها حتى تشقق تقريبا واحد 10 دقائق. غادا تبقى من تحت العافيه حتى كتاخذ حقها وتاخذ داك التشقاق ديالها، وعاد طلعيها من فوق العافيه. خليها غير واحد شويه لان ديجا كلشي طايب. الكاوكاو راه طايب، غير باش تنسجم مع بعضياتها. اعطيها ثاني واحد 10 دقائق اخرى وطفي عليها. غير هي ستفيها في واحد الانيه اللي تكون محكمه وما يدخلش ليها حتى ولو ذره برد، لان الا دخل ليها البرد راه كتقصح، كتولي بحال الحجره. حذاري من هذه النقطه هذه. والى اللقاء سيداتي في فيديو قادم ان شاء الله. نلقاكم على خير ودمتم سالمين.